اهلا بيكم. معاكم محمود الليثي من شركة الليثي للدراجات. النهاردة بعرض لكم عجلة متميزة جدا زي ما عودناكم. دايما بنجيب المتميز في السوق، الشركات الكبيرة والحاجات المحترمة اللي بتدي اداء كويس قوي في السوق. النهاردة معانا عجلة من شركة ترينكس، هي الام 116 برو. العجلة دي جميلة جدا، مواصفاتها كويسة جدا، وكمان السعر بتاعها ممتاز. فيلا بينا نشوف العجلة دي بتقول ايه. ورجعنا لكم مرة تانية. وقبل ما نبدأ مراجعتنا النهاردة يا ريت ما تنسوناش في شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. اي حد عايز يقتني عجلة كويسة اول حاجة بيفكر فيها شركة ترينكس. دي شركة رائدة في السوق المصري ومعروفة جدا بالخامات والجودة بتاعت منتجاتها. منتجاتها كلها ذات جودة عالية. دايما بنلاقي اسعار ترينكس متوازية ومتكاملة مع الخامات اللي بتقدمها، يعني بتقدم قيمة مقابل سعر. النهارده العجله اللي معانا الام 116 برو. احنا زي ما وضحنا سابقا، كلمه برو يعني مقاس 29. ترينكس في العجل الماونتين عموما بتنزل اصدارين من كل عجله. بتنزل مثلا ام 100 وام 100 برو، ام 116 ام 116 برو. وزي ما قلنا كلمه برو يعني مقاس 29، من غير كلمه برو يعني مقاس 26. طيب مقاس 26 ده مناسب لمين ومقاس 29 مناسب لمين؟ مقاس 26 ده مناسب للناس اللي هي لحد 180 سم طول ممكن يركب 26. ال 29 مناسب ل 180 فيما فوق. طيب ما في ناس 170 وبتركب ال 29 عادي، مفيش مشكلة. هي الفكرة كلها ان الفرق بين ال 26 وال 29 هما 3 حاجات. اول حاجة اللي هو مقاس الجنط القطر بتاعه في ال 26 بيبقى القطر 26 بوصة، ال 29 القطر بيبقى 29 بوصة. تاني اختلاف عندنا هو البعد ما بين الجادون والكرسي. في ال 29 بيبقى البعد أكبر. تالت اختلاف عندنا هو العرض بتاع بار الجادون. بار الجادون في ال 26 بيبقى العرض بتاعه 65 سنتي، بيبقى في ال 29 بيبقى 75 سنتي. 75 سنتي. ففي ناس بتقول ايه ليه العجل ال 29 مش راكب في الجادون بتاعه هاند بار قرون للجادون. العرض بتاع الجادون ال 29 علشانه كبير 75 سنتي، فمش هيبقى من الراحه ان يكون في هاند بار قرون تقدر تمسك منهم كمان، لان انت اوريدي ايديك مفتوحه للاخر، فالتصميم بتاعها ما بيبقاش متضمن الهاند بار قرون. في ناس بتزودها وتركبها، بس انا طبعا ما برشحش الكلام ده لان انت بتخالف التصميم كده، فهتخلي عرض الجادون اكبر من كده وهيبقى زياده عن اللازم، وهيبقى الموضوع خارج عن حدود المألوف يعني. طيب نرجع تاني للنقطه اللي احنا بدأنا فيها، مين يركب العجل ال 29 ومين يركب ال 26؟ احنا زي ما قلنا الموضوع مش متحدد بالسنتي ده، تحت ال 180 خلاص هيركب 26، لا، الموضوع نسبي فحسب راحتك ورغبتك الشخصية، وانت بتقيس العجلة وبتلاقي نفسك مرتاح فيها ولا لا. فممكن 170 يركب ال 29 عادي، ممكن 175 او اي مقاس، مفيش مشكلة. هي الفكرة كلها الشيء اللي مريحني وانا مرتاح فيه. فده بالنسبة لنقطة المقاس. يا رب اكون قدرت اوضح فكره المقاس. العجله زي ما قلنا النهارده معانا الام 116 برو. انا حبيت اشرح النسخه البرو لان النسخه اللي هي مقاس 26 منها مش هتفرق غير في الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم، اللي هم القطر بتاع الجنط والبعد الكرسي من الجادون وعرض البار الجادون، وبقيه المواصفات كلها هتبقى واحده في مقاس 26. العجلة ال 116 برو مميزاتها كتيرة جدا، احنا طبعا هنتكلم عليها وهنشرحها بالتفصيل. وعندنا النهاردة هنضيف فقرة جديدة وهي فقرة التفاصيل. فقرة التفاصيل دي هنبين فيها الحاجات الجميلة اللي موجودة في العجلة، لان زي ما قلنا جودات ترينكس وخاماتها خامات كويسة جدا تستاهل كل جنيه بيتحط فيها. وليه العجل الترينكس بيبقى اغلى من مثيله في السوق؟ ده هيبان لك في فقرة التفاصيل اللي هتبين لك حاجات كتير. احنا عندنا العجلة ال 116 برو دي نازلة بثلاث الوان. اللون اللي معانا ده اللي هو الازرق السماوي في اورنج في ابيض، ثلاث الوان مع بعض. اللون التاني اللي معانا اللي هو الرمادي في احمر في ابيض. اللون التالت اللي هو الاسود في ازرق في ابيض. دول الثلاث الوان اللي بينزلوا في الام 116 برو. انا اخترت النهارده اللون ده علشان اعرضه على حضراتكم، لان اللون ده لون مميز
مش كل العجل بقى اسود وازرق لا، العجلة لونها حلو، لون مميز، لون جديد، فحبيت اعرض عليكم لون جديد زي ده. فيلا بينا نبدأ على بركة الله زي ما متعودين دايما بالفريم بتاع العجلة. الفريم بتاع العجلة من الألمونيوم، السبيكة بتاعته 60-61، المقاس بتاع الفريم 18 بوصة. زي ما حضراتكم شايفين ده اسم الموديل موجود على الاب تيوب بتاع العجلة M116، وعلى الجنب من الريشة الخلفية M116 برو. اللون بتاع العجلة زي ما قلنا اللي هو الازرق السماوي، لون ميتاليك بيدي لمعة حلوة كده جميلة. وهنا اسم ترينكس على الداون تيوب باللون الابيض بشكل جميل قوي. وعلى فكرة ده لون الشعار بتاع البراند اللي هو اللون الازرق السماوي في ابيض. فلو تلاحظوا حضراتكم هتلاقوا كل الدعاية وكل الشعارات بتاعت براند ترينكس بتكون بالازرق السماوي في ابيض. فعلشان كده اللون ده مميز وانا اخترت ان انا اعرضه على حضراتكم. نيجي هنا نلاقي ان الديزاين ايطالي او التصميم ايطالي، والضمان بتاع العجلة بيبقى مطبوع على الفريم ان هو 5 سنين على الفريم ضد عيوب الصناعة. استكمالا لشرح الفريم بنلاقي اسم ترينكس مكتوب في مقدمة الفريم، والسيريال نمبر برضو بيكون في مقدمة الفريم. الكابلات بتاعت السرعات والفرامل كلها دفن من داخل الفريم. يعني من ناحية اليمين بنلاقي كابل السرعات الخلفي بيدخل على اليمين من اول الداون تيوب وبيخرج علشان يروح للجشمة الخلفية. من ناحية الشمال بنلاقي سلك الفرامل بيدخل من الاب تيوب علشان يوصل للفرامل الخلفية، وسلك السرعات الامامي بيدخل من الداون تيوب من ناحية الشمال علشان يخرج من اسفل الفريم علشان يوصل للجشمة الامامية. نيجي بقى للفورك بتاع العجلة. الفورك بتاع العجلة فورك سسبنشن اللي هو الفورك العالي. زي ما وضحنا قبل كده ان في فورك بيبقى العلو بتاعه صغير وفي العلو بتاعه كبير، ده فورك عالي. الفورك بتاعنا ما فيهوش لوك. في الفترة الأخيرة دي موضوع اللوك ده فقد أهميته بشكل كبير جدا، لأن الشوارع كلها في مصر تقريبا فيها مطبات، يعني الشوارع كلها مبهدلة ومكسرة، فموضوع اللوك ده فقد قيمته بشكل كبير قوي. نيجي بقى للجنود بتاعة العجلة. الجنود بتاعة العجلة من الألمونيوم طبقتين هرمي. الهرمي بتاعها متوسط، الهرمي بتاعها 20 ملي. الجنط بيحوي 36 سلك وده كويس جدا عشان الصلابة مش 32. الكاوتش بتاع العجلة كندا ودي شركة كويسة جدا وممتازة. المقاس بتاعه 29 في 2.10، عرض بتاعه كويس جدا. الداخلي بتاعه بلف شرودر، وبيجي عواكس أمامية وخلفية، عاكس أمامي وخلفي في الجنط في السلوك. والمميز برضو في موديلات ترينكس ان السرر بتبقى ألمونيوم. السرة الأمامي ألمونيوم كويك ريليز، السرة الخلفية ألمونيوم على صماويل. نيجي بقى لجروب السرعات ونبدأ بالشفترات. الشفترات بتاعت العجلة شفترات شيمانو EF41 اندونيسي الصنع. طبعا ما هي الصيني فده حاجة كويسة جدا، بتدي أداء كويس وأداء عالي. الشفترات بتاعت العجلة 3/7، الشفتر الشمال 3، الشفتر اليمين 7. الجشمة الأمامية بتاعت العجلة شيمانو تورني TZ، جشمة ممتازة خامة حلوة جدا. الجشمة الخلفية للعجلة شيمانو برضو TZ. الفري ويل أو السيستم الخلفي ATA، دي ماركة برضو كويسة جدا. الترس الكبير بتاعه 28 والصغير 14. الجنزير بتاع العجلة جنزير مافا. الترس والدراع من ترينكس حديد، الترس الكبير بتاعه 42، الترس الصغير 24. كفف البدال من الألمونيوم، كفف جميلة جدا ومحترمة وفيها عواكس يمين وشمال. قلب البدال رمان بيل. السنادة بتاعت العجلة ب2 مسمار بتركب في الفريم بتاع العجلة في الريشة الخلفية الشمال. نيجي لشيء مميز جدا في العجلة دي برضو، ان ترينكس في موديلات البرو بيبقى القطر بتاع الاسطوانة 180 ملي. الاسطوانات بتاعت الفرامل بتبقى كبيرة. في 26 بتبقى 160 ملي، لكن في 29 بتبقى 180 ملي، ودي حاجة مميزة جدا لان بتدي ثبات للفرامل اكتر من 160. كتل الفرامل ريبوت ودي جميلة جدا. حتى بنلاحظ هنا ان البادات بتاعت الفرامل ممسوكة بتيل وسوسته، يعني حاجة
الجودة بتاعتها حلوة قوي. الطيش بتاع الكرسي بيبقى هاي 10 مكتوب عليه ترينكس. الكرسي بيطلع وبينزل كويك ريليز. الكرسي بتاع العجلة ترينكس سبورت، مريح وجميل جدا. اسفل منه عاكس خلفي، وفي برضو العاكس الامامي. بار الجادون هاي 10. العرض بتاعه 75 سنتي، عرض كبير جدا. رقبة الجادون من الألمونيوم ترينكس، والسيت بوست ترينكس برضو. الكابلات بتاعة الفرامل والسرعات كابلات من ماركة محترمة جدا اللي هي جاكواير. الكابلات دي كابلات ممتازة ونظيفة جدا حلوة. فزي ما قلنا ترينكس بتهتم انها تجيب حاجات او خامات لحاجات كويسة جدا، يعني العجلة ما تزعلكش. زي ما قلنا ترينكس بتقدم حاجة تليق بيها وباسمها، فبتهتم بالتفاصيل كويس جدا. ونيجي لفقرة التفاصيل. ودلوقتي مع المحصلة النهائية لمراجعتنا النهاردة، بعد ما شفنا مكونات العجلة بالتفصيل، وبعد ما شفنا فقرة تفاصيل العجلة اللي بتبين المكونات والحاجات اللي موجودة فيها. العجلة بتاعتنا النهاردة لو جينا نعد المميزات بتاعتها، العجلة كل مكوناتها شيمانو، الشفترات اندونيسي مش صيني. الفرامل بتاعت العجلة 180 ملي، خامة الكتل الفرامل، عرض الجادون، التقفيل بتاع العجلة، حتى التفاصيل الصغيرة زي كابلات السرعات وكابلات الفرامل. يعني فعلا ترينكس بتراعي كل حاجة بصراحة ومن غير مجاملة. العجلة دي ما فيهاش عيوب. العجلة دي أنا من وجهة نظري أنا مش شايف في العجلة أي عيوب خالص. العجلة كويسة جدا، تستحق 10 من 10، وأنا يعني من النادر إن أنا بدي العجلة 10 من 10، لكن العجلة دي أنا بديها 10 من 10 علشان المكونات والسعر. فإحنا دلوقتي قدام حاجة قيمة مقابل سعر كويسة جدا جدا جدا. العجلة دي أنا بنصح بشرائها، عجلة كويسة جدا. لطلبات الشراء هتلاقوا الرقم بتاع الواتس بتاعنا موجود أسفل الفيديو، وزي ما بقول في كل فيديو احنا في الاتصال صعب معانا شوية، لأن بيبقى جاي لنا مكالمات كتير، فيا ريت التواصل يكون عن طريق الواتس. عن طريق الواتس هنرد على حضرتك، مش هتحتاج ان انت تطلبنا مرة واثنين وثلاثة، لا، على الواتس ان شاء الله هنرد عليك على طول. ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات ايه العجل اللي انتوا عايزين نعمله ريفيوهات، وايه العجل اللي انتوا شايفين ان احنا ممكن نعمل له اعادة للريفيو بتاعه بعد التحديثات الجديدة اللي بتنزل فيه. فيا ريت الحاجات دي بنقدر نستفيد منها ونقدر نفيدكم بعد كده بإذن الله. وإن شاء الله إلى ريفيوهات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.